السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم، ودي قناتي ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده جلاش بالسبانخ والجبنه. عايزه اقول لكم ان ابني 6 سنين ودايما بيطلب مني الجلاش بالطريقه دي، وخاصه ان طعم السبانخ ما بيبقاش موجود في الحشوه. كمان هقولك على المعلقة السحرية اللي بتدي تطعيمة حلوة جدا للجلاش، مش تطعيم بس كمان توريقة حلوة. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أول حاجة بقى معايا كده حوالي ربع كيلو من السبانخ. أنا كنت جايبة يعني نص كيلو، بس خدت يعني نصهم، بس هقولكوا ليه مستخدمتش الكمية كلها. أقطعهم بقى بالشكل ده، يعني مش لازم تقطيعة معينة، يعني تعتبر تقطيعة عشوائية. تاني حاجة بقى هحط حوالي كده 4 معالق من الزيت. هحط كمان بصلة صغيرة مبشورة، كل ده طبعا على نار متوسطة. هقلبها بقى كده لحد ما تدبل معايا. بعد ما دبلت بقى هحط كمية السبانخ اللي عندي. هحط كمان رشة من الفلفل الأسمر، ورشة من الملح. هقلبهم بقى كده مع بعض لحد يعني لحد كده ما المية بتاعتهم تنشف. خلاص اهي بقى كانت المية بتاعتها نشفت، هبدأ بقى ان انا اقفل عليها. دي بقى كمية السبانخ اهي، شفتوا بقى كانت كمية قد كده، كشت وبقت ايه، بقت صغيرة خالص. طب احط ايه بقى بعد ده؟ طبعا بعد ما السبانخ هديت من الحرارة بتاعتها، حطيت بقى معلقتين كبار من الجبنة الرومي المبشورة، وكمان معلقتين كبار من الجبنة الكيري. بالنسبة بس الجبنة الكيري اللي ما يعرفش، دي دلوقتي بتتباع سايبة، ممكن تجيبي منها بأي سعر. هقلبهم بقى كده مع بعض وهسيبهم على جنب. هجيب بقى كده لفة الجلاش عندي، هجيب بقى كده صينية 28. طب معايا ايه كمان بقى؟ معايا نص كوباية من السمنة السايحة، سخنتها تسيح يا دوبك، بس تسيح بس. طب دي بقى المعلقة اللي هتقلب لي طعم الجلاش 2 في 1، يعني جلاش وفطير، تحسي كأنك بتاكلي جلاش وفطير مع بعض. طب المعلقة بقى دي اللي هي معلقة القشطة اللي هي وش اللبن. عايزة اقول لكم انها بتدي طعم مميز جدا جدا للجلاش، ده غير كده بتساعد ان الجلاش يبقى مورق. طبعا دهنت الصينية، احط كمان اول ورقتين واطبق الاطراف بالشكل ده. نجيب بقى كده تاني برضو ورقتين واحطهم وادهنهم برضو، واهم حاجة ان انا اساوي الاطراف. ده بعد ما عملتها هي طبعا سويت الاطراف، عشان لما اجي بعد كده اقطع الصينية
الحروف بتاعتها تكون متساوية، يعني القطع يكون شكلها كويس. حطيت بقى كده حوالي 8 ورقات من تحت. بعد كده حطيت طبعا الحشو، وبعد كده احط بقية الطبقات من فوق، او بقية الجلاش من فوق اللي هما برضو 8 طبقات. طبعا عدد الطبقات ده حسب طبعا ما لفة الجلاش تبقى معاكي، يعني لفة الجلاش بتاعتي كانت 16 طبقة، فحطيت 8 تحت و8 فوق. طبعا بتشوفي طبعا لفة الجلاش قد ايه وبتقسميها على 2. طبعا الكلام ده للي ما يعرفش. بعد ما خلصت اهو بقى، كانت طبعا اتبقت معايا طبعا حتة قشطة حلوة كده في الطبق، فطبعا اتحطت على الوش. طبعا التقطيعة بقى دي حسب ما انتي عايزة بقى تقطعي قطع صغيرة كبيرة، طبعا براحتك. تعالوا بقى نحضر الحاجة اللي هنسقي بيها صينية الجلاش. معايا كوباية كبيرة من اللبن، معايا كمان بيضاية، وهحط كمان رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر. هبدأ بقى أدخلها على الفرن. بسخن الفرن يعني بيكون حامي بس مش حامي قوي، عشان مش بدخل الصينية وبتبدأ ان هي تتحرق معايا، لا بدخلها على فرن حامي. وبقى الشبكة اللي في النص، طب اخدت معايا قد ايه؟ اخدت معايا 30 دقيقة. دي بعد ما طلعت اهو بقى، زي ما انتوا بقى شايفين التوريقة الحلوة اهو. تحسي برضو ان هو ايه، جلاش كده مايل على فطير شوية كده يعني. طبعا اللي بيساعد في كده معلقة القشطة. ده غير طبعا حشوة السبانخ اللي بإذن الله تعجب أولادك جدا جدا، وخاصة إن السبانخ ما بتبقاش باينة في الحشوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.